ما هو ما ينفعش ان احنا نكون في موسم المانجا ونفوت الكيكة الجميلة دي، الباردة كده منعشة طبعا بالمانجا لعشاق المانجا يا مانجا. يلا كده، اللي مشتركش في القناة باسم مطبخ ام دونا يشترك واضغطوا لايك كده، ويلا بينا نشوف عملنا مع بعض الجمال ده ازاي. اضغطوا لايك كده، وهنجيب شفشق الخلاط، هننزل فيه بعدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وننزل عليهم برشة فانيليا أو كيس فانيليا، معلقة كبيرة خل، ودي نص كوباية عصير مانجا معصورة طبعا بنسبة سكر بسيطة، ونص كوباية زيت، وكوباية إلا ربع سكر طبعا عشان المانجا بتاعتي فيها نسبة سكر بسيطة. ودلوقتي بقى نضربهم في الخلاط، ونضيف المكونات الجافة. معايا كوباية ونص دقيق، منخول كويس جدا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. نقلبهم كويس كده مع بعض. وهنزل عليهم بالخليط السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط ده. ودلوقتي نبدأ نقلب بقى كده في اتجاه واحد. بالشكل ده. نقلب بالاسباتيولا كده من الجوانب عشان ما يكونش فيه دقيق في الجوانب. ونجيب الصينية بتاعتنا او البايركس او اي حاجة هتشتغل فيها، نديها بس دهنة زبدة كده كويسة او زيت. في الوقت ده طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180. هندخل الصينية دي كده على الشبكة في وسط الفرن. هتاخد معانا من 20 ل25 دقيقة. كده الصينية جاهزة، نخبطها خبطتين بالراحة طبعا كده، وندخلها بقى الفرن. ودلوقتي نبدأ نجهز الكريم شانتيه، بس انا بصراحة حابة ان انا اصفيه لان انا جايباه سايب من العطار، وحسيت ان فيه شوائب كده، ونخلته برضو طلع شوائب، فيعني الاضمن ان احنا ننخله. معايا يعني نص كوباية الا معلقتين. طبعا كمية الكريم شانتيه اللي انت حابة تضيفيها دي عادي. دلوقتي انا هضرب الكريم شانتيه بتاعي. معايا كوباية من عصير المانجا المتلجة، طبعا جايباها من الفريزر. وهبدأ كده انزل شوية شوية بعصير المانجا، واضرب بالمضرب بالراحة كده. ما شاء الله الكريم شانتيه بتاعي ده طبعا تقريبا شركة المتحدة، فنوعه جميل جدا ما شاء الله. يعني اخد معايا كوباية العصير كلها، وما شاء الله قوامه تقيل جدا ويعني الكمية زادت معايا حلو قوي. وفي نفس الوقت مش الكريمة مستايلة كده. تمام. نركن بقى دلوقتي الكريمة على ما الكيك تطلع من الفرن في التلاجة طبعا. ودلوقتي نجهز بقى باكل جيلي ده مع بعض. هنزل دلوقتي بكوباية إلا ربع مية سخنة مغلية، وهضيف عليها الباكل جيلي، وهنزل عليه بمعلقتين سكر. ودلوقتي بقى نبدأ نقلبه كويس جدا جدا لحد ما يدوب خالص. بالشكل ده. هننزل عليه بقى بكوباية إلا ربع برضو من المية المتلجة، وهنديله تقليبة برضو حلوة كده. وهنركنه بقى على جنب يبرد بقى كده لما نخلص الكيك بتاعنا. دلوقتي الكيك بتاعنا خرج طبعا وبرد، ارتاح شوية برضو. ما شاء الله كيكة هشة جدا وسفنجية وجميلة جدا. انا حاولت بصراحة
ان انا اقشر وش الكيك بتاعي، بس لقيته طبعا لسه سخن معايا وكده، ولقيته بيتفتفت مني، فهنهدر فيه ليه، هو مفيش فيه زفارة ما شاء الله، كيكة جميلة جدا. وطبعا البيض بتاعنا بلدي من البيت. فدلوقتي بقى هضيف العصير المانجا ده كده على الكيك بتاعنا عشان ايه نسقيه كده. طبعا هي كلها مانجا في مانجا. هنسيبها بقى دلوقتي شوية لما تشرب العصير كده، وتكون الكيكة بتاعتنا بقى طرية خالص. بوزع الوقت العصير كده في الأماكن اللي منزلهاش بالشكل ده كده، ونفصل من الجوانب عشان العصير ينزل برضو في الكيك من تحت. وكده الكيك بتاعي بريد تماما. دلوقتي بقى هنجيب الكريم شانتيه بتاعنا، ما شاء الله جميل جدا وكميته حلوة. هبدأ بقى افرده كده، نغطيه بالكيك كويس ونفرده كويس. نحاول ان احنا نسويه كويس جدا عشان نفرد بقى الطبقات. وللأسف حجم الكيك بتاعي ارتفع. هي الصينية دي ما كانتش تاخد بصراحة كوباية ونص دقيق، المفروض كنا حطينا كوباية وربع دقيق بس، لأن طبعا سمكها جه عالي، وطبعا مفيش مكان ان الصينية بتاعتي تاخد كمية الجيلي اللي معانا. فاحنا دلوقتي قطعنا منجاية كده مكعبات بالشكل ده، وهبدأ أرصها على الكريم شانتيه زي ما احنا شايفين. نوزعها عشوائي كده، مش مشكلة عادي. نوزعها بالشكل ده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك. وكده كان خلصت كمية المانجا بتاعتي، والجيلي بتاعنا برد تماما. دلوقتي انا هبدأ انزل جيلي كده لحد ما يعني نحاول ان احنا نغطي ولو المانجا كده، وباقي الجيلي هيفيض معانا، لان طبعا الصينية كانت عايزة الصينية بحف اعلى. وهنا خلاص الجيلي بدأ يسيل بقى، فاكتفيت بالشكل ده كده. ما اخدتش معايا كمية الجيلي كلها. وده شكلها بعد ما حطيناها في التلاجة ساعة كده عما الجيلي ربط. نبدأ بقى نقطعها مع بعض ونشوفها. بصراحة شكل ولونها جميل جدا، وطعمها جميل جميل جميل. ولكل عشاق المانجا طبعا، مفيش حد مش بيحب المانجا. وبما اننا في موسم المانجا بلاش نفوتها بقى، لابد ان احنا نعملها. ان شاء الله تعجبكم قوي. نحاول نقطع كده. طبعا انا غلطت جدا ان انا قطعت من طرف الصينية كده، المفروض كنت قطعت من نصها بالشكل ده كده. ان شاء الله جميلة جدا. والكيك بتاعنا طبعا لونه واخد طبعا عصير مانجا في الخلاط في الضرب، واحنا بنعمل في العجينة. وطبعا مسقي برضو عصير مانجا. وما شاء الله طعمه جميل جدا، وريحة المانجا طالعة حلوة.
ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك للفيديو وتجربوها وشوفوا الجمال ده مع بعض، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.